في الخمسينات البرمجة كانت صعبة جدا لأن الكمبيوترات ما كانتش بتفهم غير لغة واحدة بس اللي هي الصفر والواحد. أي حد في الدنيا عايز يكتب برنامج كان لازم يكتب سطور كتير قوي 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 وأوامر معقدة جدا عشان بس إن هو يقدر يتعامل مع أجزاء معينة من الكمبيوتر زي الذاكرة والمعالج والحاجات دي كلها. وده كان بياخد وقت ومجهود كبير قوي قوي. وغير كده ده كان بيعقد الموضوع اكتر واكتر، لان المبرمج ببساطه لو كتب كود وعمل برنامج مثلا معين وشغله على الكمبيوتر وحب ياخد نفس البرنامج اللي كتبه ده ويجرب ان هو يشغله على كمبيوتر تاني، هيلاقي ان البرنامج ما بيشتغلش. ليه؟ لان طريقه التعامل مع الذاكره والمعالج على سبيل المثال بتختلف ما بين كمبيوتر لكمبيوتر تاني. فده كان بيخلي المبرمج مجبر ان هو يقعد يعيد نفس الكود اللي كتبه ده ويعدل فيه عشان بس يشغل البرنامج اللي كتبه على كمبيوتر تاني. فالعلماء وقتها قعدوا يفكروا وقالوا ليه ما نعملش طريقة موحدة البرامج كلها تستخدمها عشان تتعامل مع الكمبيوتر. وده اللي عملوه بالظبط، انهم وحدوا الطريقة، اخترعوا فانكشنز جاهزة تقدر البرامج تستدعيها بدل ما تقعد تكتب الكود الكتير المعقد ده بنفسك. بعدها ظهرت فكرة ال API اللي هي مجموعة من الأوامر الجاهزة اللي بتخليك تتعامل مع الكمبيوتر بسهولة بدون ما تغوص في التفاصيل التقنية والحاجات الكتير قوي قوي المعقدة دي. ومع انتشار الكمبيوترات في الستينات المبرمجين بدأوا يلجأوا ويستخدموا ال API دي كوسيلة تخلي التطبيقات تشتغل على أجهزة مختلفة من غير أي مشاكل، واللي سهلت على المطورين انهم يكتبوا برامج كتير قوي تشتغل على اكتر من جهاز من غير ما يضطروا ان هم يقعدوا يعدلوا ويعيدوا كتابة الكود من اول وجديد. وبعد ما حلينا مشكلة تشغيل نفس البرنامج على اكتر من جهاز، ظهرت مشكلة جديدة وهي ازاي اننا نخلي الاجهزة ذات نفسها تتكلم مع بعض. في السبعينات كان كل جهاز بيشتغل لوحده، الكمبيوترات كانت معزولة عن بعض، كل جهاز بيشتغل لوحده من غير ما يقدر ان هو يتواصل مع الاجهزة التانية. حتى لو انت عندك اكتر من جهاز في نفس المكان مفيش طريقة سهلة كده تخليهم يتبادلوا مع بعض البيانات او يتواصلوا مع بعض. وكان على سبيل المثال لو حبيت كده في يوم من الايام انك تنقل ملف من جهاز لجهاز تاني كان لازم تستخدم حاجه خارجيه، كان لازم مثلا تجيب ديسك كده او الفلوبي ديسك مثلا وتبدا تاخد عليه الملف ده وتنقله من كمبيوتر لكمبيوتر تاني. فالعلماء قعدوا يفكروا وقالوا ليه ما نوصلش الكمبيوترات دي ببعض عشان يقدروا يتبادلوا البيانات كده ما بينهم من غير اي حاجه خارجيه. وهنا بداوا يطوروا فكره الشبكات او النتوركس، واللي كانت ببساطة هي انك تقدر توصل اكتر من كمبيوتر ببعض باستخدام الكابلات. وبعد ما خلاص الاجهزة ابتدت ان هي تتواصل مع بعض عن طريق الشبكات اصبح نقل البيانات ما بين الاجهزة سهل. وهنا ظهر اول شكل من اشكال ال APIs بين الاجهزة وهو الريموت بروسيدير كول. وده ببساطة بيخلي أي برنامج على جهاز معين يقدر يطلب مثلا أو ينفذ وظيفة معينة أو يجمع حبة بيانات من جهاز تاني على الشبكة. يعني دلوقتي تخيل إن أنت عندك شركتين وكل شركة منهم عندها كمبيوتر متوصل بالشبكة. دلوقتي الكمبيوترين متوصلين مع بعض عن طريق الشبكة، أول كمبيوتر منهم عنده قاعدة بيانات للموظفين، والكمبيوتر التاني فيه شخص اسمه مثلا احمد قاعد على الكمبيوتر التاني وعايز يسأل على مرتب موظف معين موجود على الكمبيوتر الاول. قبل الشبكات تعالى نتخيل السيناريو كده، كان احمد لازم يقوم من على الكمبيوتر ويروح للشركه الاولى يبقى معاه مثلا ديسك او فلوبي ديسك زي ما قلنا ويبدا يطلب البيانات دي يدويا كده ويرجع للشركه بتاعته وياخد الداتا من الفلوبي ديسك. بعد الار بي سي او الريموت بروسيدير كول دلوقتي اصبح الوضع ان هو هيقعد على الكمبيوتر بتاعه مش هيقوم ومش هيتحرك ويقدر يبعت طلب للكمبيوتر الاول كاي بي اي يساله مثلا عن مرتب موظف معين. الكمبيوتر الاول هيبدا ان هو يرد عليه بالبيانات من غير ما الموظف يضطر ان هو يروح بنفسه ويبحث عن الراتب بتاع الموظف ده.